السلام عليكم. الان مع الاستاذ محمد الفيلاني، مناضل كبير في الجمعيه الوطنيه لمتقاعدات المتقاعدين اداره التربيه بالمغرب. عطينا واحد الكلمه التواجد ديالو امام وزاره التربيه الوطنيه للاحتجاج على عدم تحقيق مطالب ديال هذه الفئات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا أتوجه بالشكر الجزيل للأخ المناضل الكبير الحاج القليوي في جريدة فار بريس، اللي دائما تيكون له قصب السبق باش يدير هاد استطلاعات مع الإخوان باش يعرفوا بالقضية ديالنا، اللي هي قضية ديال شيوخ الإدارة المهضومين من الحقوق ديالهم. فتنشكروه دائما على هاد قصب السبق كما قلت. وأقول أن هاد الوقفة اللي كنجسدوها اليوم 16 مارس أمام وزارة التربية الوطنية هي وقفة الكرامة. هاد وقفة الكرامة اللي نادينا عليها شحال من سنة وسنة وحنا كنناضلوا عليها، وجاو بعض الإخوان ديالنا اللي هما تخرجوا في 2015 وفروا لهم خارج السلام وفروا لهم الدرجة الممتازة، في حين أننا حنا اللي تلمدوهم على يدينا وقريناهم فلم نستفيد من ذلك. فلا يعقل أن التلميذ يستفيد والأستاذ لا يستفيد، فهذا حيف في حقنا، وهذا هو اللي كنناضلوا عليه اليوم. وهذا اللي كتشوف الإخوان جايين من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، باش نقولوا لا لا للإقصاء، لا لا للتهميش. حنا بغينا حقنا باش نعيشوا، لأنه كتعرف هاد شيوخ الإدارة ملي كنوصلوا لواحد السن معين كتزامن بينا واحد المجموعة ديال الأمراض، اللي عنده السكري، اللي عنده ضغط الدم، اللي إلى ما الوزارة نصفتناش وعطاتنا الحقوق ديالنا على الأقل باش نعالجوا النفوس ديالنا من السنوات اللي قضيناها ديال العمل الجهاد والمثابرة، فإمتى غادي نستافدوا بها؟ فلهذا تنقولوا كنعاودوا ونكرروا دائما على أننا هضمت حقوقنا، وحنا هنايا الآن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد من السيد الوزير ومن الوزارة أن يلتفت إلى هذا الإخوان المديرين والمديرات المتقاعدين والمتقاعدات باش يعطيونا الحقوق ديالنا غير منقوصة، لأنه ما ضاع حق وراءه طالب.